التوتر والقلق، يا ترى هل هما نفس الشيء ولا ده حاجة وده حاجة تانية خالص؟ أنا محمد عادل وأنا سارة عادل، وهنكون معاكم في حلقة جديدة من على فكرة بقى. التوتر والضغط النفسي. التوتر أو الإجهاد في علم النفس، العلماء بيعرفوه إن هو شعور بالضغط العاطفي، وهو نوع من الألم النفسي اللي الإنسان بيتعرض له. لكن أحيانا بيكون القليل من التوتر أو كميات صغيرة جدا منه مفيدة جدا للإنسان. بنقدر نسميها الضغط الإيجابي، وهو ده اللي بيخليك تتحسن وتعمل حاجات كتير في حياتك. زي لما التوتر مستوى بيعلى بسيط في التمرين، فده بيحفزك انك تكمل وتبني جسمك وتتحسن في التمرين. كل حدث بيحصل في حياتنا على أي صعيد بيأثر علينا في التوتر، وبيتقاس ده بأعلى حاجة وهي 100%، زي وفاة الأم، الأب، الزوج أو الزوجة. وأقل مقياس توتر 10%، وده بيتم قياسه مثلا في المخالفات القانونية، زي مثلا لو حد أخذ مخالفة حزام أمان أو إنه قطع إشارة، ممكن توصل معدلات التوتر لأكتر من 300، وده ممكن يسبب أمراض لا قدر الله، أو ممكن للأسف يسبب الوفاة، لأن كده معدل التوتر عدى مرحلة الخطر، في حين إنه ممكن يعدي 100 ويوصل 195 مثلا أو 200 أو حاجات كده يعني. وده بيعتبره العلماء متوسط الخطورة. مش معنى كده إنه مش خطر وإن أنا أتجاهله يعني. يا ترى إيه اللي بيحصل في جسمنا لما بنتوتر؟ لما عقلنا بيحس بالتهديد أو الخطر، بيبدأ يحفز جسمك لإفراز كميات هائلة جدا من الهرمونات، بتزيد ضربات القلب وبيرتفع معاها كمان ضغط الدم. فبالتالي هتتعامل مع الموقف ده إما بالهروب منه أو مواجهته. من المفترض بعد زوال الخطر أو التهديد اللي الإنسان حس بيه، الجسم بيبدأ يرجع لطبيعته وبتحس بالاسترخاء. لكن في بعض الأحيان جهاز الإنذار اللي اشتغل ما بيقفش وبيفضل شغال، فالتوتر بيفضل مستمر. قبل ما نتكلم عن أسباب التوتر وإزاي نخففه، محتاجين نفرق بين التوتر والقلق. لما بنقدر نحدد مشاعرنا هي ايه بالظبط، بنقدر ان احنا نتعامل معاها كويس. كتير مننا بنخلط او ما بنعرفش نفرق بين القلق اليومي اللي بيحصل او الضغط اليومي اللي ليه بداية ونهاية والتوتر الفعلي. القلق بيحصل كتير، بس لازم برضو نتحكم فيه، لان القلق الزايد يوميا مضر جدا جدا بالصحة. قلق الأحداث اليومية زي ما بتكون راجع من الشغل أو حتى من مشوار عادي فتلاقي الدنيا زحمة، اللي بيحصل معاك وقتها ده قلق مش توتر. أما الأحداث المفاجئة زي وفاة أحد الوالدين، هو ابتدى بس منتهش، حدث له بداية بس ملوش نهاية، زي الطلاق برضو. أو على الجانب الإيجابي بقى من التوتر، الجواز أو ولادة أخ أو ابن أخ أو ابن أخت. العالم هالسلي طرح 4 أشكال للتوتر. النشوة اللي هي حالة التوتر الإيجابي، وبعدها الضيق اللي هي بتكون حالة من الضغط النفسي السيء، بعدها فرط الإجهاد، المرحلة الأخيرة منها تقليل الضغط. ومن المفترض إن هو بيوصلنا لمرحلة التوتر الخفيف اللي هي النشوة، اللي هانز بيفضل إنه الإنسان يشعر بيها على مدى طويل. بما إننا وصلنا لهنا، يبقى جه الوقت اللي هنعرف فيه إيه هي مسببات التوتر. أسباب التوتر متعددة وكتير، منها بمؤثرات خارجية وفي منها جسدية ونفسية. الأزمات والكوارث، النوع ده من الأحداث الغير متوقعة بتسبب التوتر بصورة كبيرة، ممكن توصل للخطيرة لأنها مش تحت سيطرتك وما تقدرش تتحكم في إنها ما تحصلش، زي الزلازل، الفيضانات أو الحروب. بالرغم من إن الأحداث دي ما بتحصلش كتير أو ما كانتش بتحصل، إلا إنها بتسبب أزمة نفسية كبيرة. في ناس ما بتقدرش تتخطى التوتر اللي بيحصل لها نتيجة الأحداث دي. الأحداث الكبيرة في الحياة، الأحداث الحياتية بتعمل مستوى كبير من التوتر، لكن في الحالة دي بتنقسم لقسمين، إيجابي وسلبي. لكن الدراسات أثبتت إن الأحداث الحياتية التوتر اللي بتعمله مش هو اللي بيأثر على نسبة التوتر بصورة كبيرة. ده بسبب إنها بتحصل كل فين وفين وعلى فترات زمنية متباعدة. الإيجابي منها زي دخول الجامعة أو ولادة طفل جديد، زي أخوك الصغير، أو لو أنت كبير شوية يبقى ابنك أو بنتك، ابن أخوك أو ابن أختك. السلبي بقى زي فقد الوظيفة أو خسارة فرد كنت بتحبه، زي حد من العيلة أو الأصدقاء، أو حتى الانفصال. الأحداث الحياتية على الرغم من كونها ما بتحصلش كتير طبعا، بس طريقتنا في التعامل معاها هي اللي بتحدد وقت
وزمن التوتر، وإزاي هيأثر علينا وعلى صحتنا النفسية على المدى الطويل. المشاكل اليومية اللي بتتمثل لنا في العقبات المفاجئة، زي مثلا انت لازم تاخد قرار حالا في شغلك، زي كمان لو حد اتعصب عليك او حاجة حصلت معاك عكننت يومك وانت مش حاسب حسابها. دي حاجات كمان بتسبب التوتر وكمان القلق، والقلق اكتر من كونه توتر، لان في الاغلب بنقدر نتعامل معاها ونحط لها نهاية، او هي بتخلص من تلقاء نفسها، زي لو فضلت طول اليوم في الزحمة بس انت في النهاية ترجع البيت وترتاح. بمجرد انك وصلت وارتحت خلاص بيروح التوتر البسيط اللي حصل والقلق بيختفي تماما وبترجع لمودك. الضغوطات المحيطة بينا أو الموجودة في البيئة زي التلوث مثلا أو الضجيج، لا مش مجرد إزعاج، لا ده ضجيج. الحاجات دي على قد ما بتبان إنها بسيطة وصغيرة إلا إنها بتأثر على مستوى التوتر والصحة على المدى البعيد، وحقيقي بتأثر علينا من غير ما نحس بيها، بتبقى كده زي التراكمات. في كمان التوتر الداخلي اللي اتكلمنا عنه، وبيحصل علشان دايما الإنسان متشائم وبيتوقع الأسوأ في كل حاجة، فمن الطبيعي ردة فعل جسمه على التفكير ده إنه هيفضل في حالة توتر تكاد ما تنتهيش. أحد أنواع التوتر كمان اللي لازم كلنا في المجتمع نفهمها، مش بس الأب والأم، هو توتر مرحلة المراهقة. يعني لو عندك ابنك، أختك، أخوك بيمروا بمرحلة المراهقة أو مرحلة التينيجرز، فأنت لازم تتفهم كل التوتر اللي بيمر بيه نتيجة لكل التغيرات الكبيرة اللي بتحصل في حياته وفي جسمه كمان. التوتر كمان ممكن يوصل لمراحل زي الخوف، ودي بتبقى مرحلة سيئة جدا وبنحتاج وقتها تدخل طبي نفسي. على فكرة مش عيب ولا مجنون اللي بيروح لطبيب نفسي، زي التوتر اللي بيقابلك وانت طالع قدام جمهور كبير فبتتوتر، بس ما تخليش التوتر ده يوصلك لمرحلة مرضية يكون صعب معاها انك تطلع وتورينا ابداعك. على فكرة بقى احنا هنكمل ازاي نخفف التوتر الحلقة الجاية، استنونا وما تنسوش ميعادنا اللي بنتقابل فيه. اشوفكم على خير، سلام.